حد يفهمنا يا جماعة ايه المنظر ده؟ يعني ايه اللي احنا شايفينه ده؟ يعني المكان في العاصمة الإدارية، وعملوا المكان عشان خاطر الناس تتبسط بالماتش، وعشان تكون صورة جميلة والناس تستمتع وتبقى حاجة مشرفة لبلدنا. وانه العاصمة الإدارية دي مفتوحة للجميع، مش زي ما بيتصور انها بس للأغنياء فقط والكلام من ده. وشركة عاملة الموضوع برضو كنوع من الدعاية ومتكلفة وغيره. ومع ذلك هما ما اختاروش ناس معينة وما حددوش حد معين يخش، فتحوها للجميع. يكون دي النتيجة. طب وبعدين يا جماعة، يعني والله أنا كتير بشوف حاجات سلبيات وغيره، وأنا مش من النوع اللي بيحب يطلع يتكلم عن السلبيات كتير. لأنه بشوف إنه كفاية تشويه في صورتنا وصورتنا اللي بقت زي الزفت بره والحاجات اللي يعني كتير بقى متسلط عليها الضوء. وكلها حاجات صراحة يعني بقت تقرف. بالمناسبة كل شعب فيه وفيه، بس احنا الموضوع عندنا زاد قوي. يعني انا مش عارف الاهالي فين. يعني طبعا من الفيديوهات اللي شفتها، وزي ما انتوا شايفين كده، انه العيال كلها معظمها عيال اندر ايدج، يعني ف فين التربية؟ فين يا جماعة دور الاهل؟ ما هي الاهالي اللي احنا شايفينها طول الوقت قاعدين على التيك توك وبيتمرقعوا في الاغاني واللي قاعدين على السوشيال ميديا طول الوقت والكلام من ده، اكيد دول اللي مش فاضيين يربوا. عشان كده احنا كل يوم عمالين نشوف مهازل. والموضوع ما بقاش لا متوقف على طبقة معينة ولا غيره. احنا ما شاء الله في معظم الطبقات بقى الوضع زفت. والاجيال الموجودة دلوقتي منتهى قلة الادب والسفالة. يعني يرضي ربنا كده صورة زي الزفت؟ سيبك من التكلفة، صورتنا قدام الدنيا كلها. يا جماعة ارحمونا. يا جماعة ربوا عيالكم شوية. والحاجة كمان اللي عايز اقولها للدولة يعني ولكل الجهات المختصة في المواضيع دي، يا جماعة. يعني مثلا بتروح في الخليج او في اي، يعني في الامارات، في غيره، في حاجات كتير مجانية وفي حاجات كتير بتقدر تروحها واماكن نظيفة جدا وغيره. محدش بيقدر يخرب حاجة. ليه؟ كاميرات موجودة طول الوقت. والعقاب مفهوش هزار. ما فيهوش بقى انا ابن فلان وانت ما تعرفش انا مين ولا كلام. ما فيش الكلام ده يا باشا. القانون بيمشي على الكل. يعني ما تطبقوا الكلام ده يا جماعه. هل احنا في مصر مش مدركين الكلام ده؟ يعني ما تطبق الكلام ده يا باشا. ما تجيب ما بالكاميرات وتجيب كل كلب عمل حاجه ويتأدب، يتغرم وينزل يشتغل في العمل الميداني، يكنس ويمسح في الشارع وينظف. ينزل فترة تأديبية كده، يبقى الحكم عليه كده. ساعتها هيتربوا. طالما الاهالي مش فاضيه تربي، احنا نربيهم، الدوله تربيهم. بيقدر حد في الخليج بيقدر يعمل اللي حصل ده؟ مستحيل. مستحيل. اللي بيعمل كده بيتظبط في ساعتها. فيا رب بقى نتعلم. طالما يعني احنا بقينا متاخرين قوي كده، يا رب نتعلم. اتعلموا من الخليج يا سيدي. يعني الواحد هيقول ايه اكتر من كده؟ يعني الواحد بقى مكسوف اقسم بالله انه بيتكلم في حاجه زي كده. والناس بقى ما تبقاش ترجع تزعل وتقول اصل في اماكن للاغنياء وفي اماكن للفقراء. طب اهي الدنيا لما اتفتحت اهي خربت على الكل. يعني خربوا الدنيا وبوظوها وبوظوا المنظر.